نازل تلعب ماتش الاهلي بعمرو ناصر، لعيب بطيء جدا، بطيء جدا. كان دماغك فيها ايه لما فكرت تريح سيف الجزيري بره؟ يعني انت بتريح سيف الجزيري ليه؟ بتقعده بره ليه؟ انت عارف ان سيف الجزيري في ماتشات الاهلي بيبقى لعيب مهم جدا. طب انا لما بنزل لعيب لازم اللي بنزله ده، اللي قررت اقعده ده، اللي نازل ده بيبقى احسن منه خلاص. طيب انت شايف من وجهة نظرك ان عمرو ناصر احسن من سيف الجزيري؟ بناء على ايه؟ طب احمد حمدي العبه هو ولا العب عبد الله السعيد؟ ادام انت رحت لسكه ان انا هنزل استحوذ على الكوره، رغم ان انت المفروض يا كابتن، احنا قاعدين بره وشايفين انه ما ينفعش انت تقرر قدام الاهلي هنزل استحوذ على الكوره. انا هنزل، قلت لك في الفيديو اللي فات، انا هنزل ابوظ لعب الاهلي. يعني مثلا الاهلي هيهاجم، انا هقف ورا استنى الكوره والعب ب 4-4-2، ولما اطلع اهاجم هلعب ب 4-3-1-2. مين الاثنين اللي قدام؟ شيكو بنزا وسيف الجزيري. لكن وانا مستني لعب هلعب ب 4-4-2، هنزل بنتايج. انت بنتايج عندك اتصاب، هنزل احمد ربيع. لكن ابص يا كابتن على التشكيل من اول التشكيل وانا عارف ان انا هخسر، والله العظيم. من اول ما شفت التشكيل انا عارف ان انا هخسر. ما اندهشتش وانا بتفرج على الماتش. جمهور الزمالك عشان النغمه اللي انتوا بتقعدوا تعملوها بعد كل ماتش، الزمالك ليه ضربه جزاء، الزمالك الجون الاولاني لمسه يد. يا باشا انت مشكلتك اصلا مش لمسه يد وضربه جزاء. الموضوع اكبر من كده بكتير، الموضوع اكبر من كده بكتير قوي. يا ريت هتتحل في ان انت ليك بيلين او ان انت ليك لمسه يد. وبعدين هتاخدنا بقى واخديننا بقى في السكه بتاعت ايه؟ بص الاهلي بيصرف كام على فرقته والزمالك بيصرف كام. باشا انت امبارح بتلعب مع نهائي، انت بتلعب مع الاهلي في نهائي السوبر. اذا احنا الاثنين واصلين لمرحله واحده مع بعض، خلاص كده. انت بشويه فنيات بسيطه كنت كسبت ماتش الاهلي. انت عايز تقول لي مثلا المحله لما تعادل مع الاهلي هو صارف زي الاهلي؟ بس فريق معاه مدير فني ما يعجبكش لعبه، بس عارف يبوظ للاهلي اللعب، عارف ياخد منه نقطه. انت طالع من الماتش عامل كوارث فنيا، كوارث. اولا دفاع الزمالك، يعني ايه لعيب بالخبرات دي كلها زي الونش واحمد فتوح، انا اسف في اللفظ، بيجروا كده المدير الفني، عامل تحولات سويتشات جوه الملعب، بيجر مدافعين الزمالك بالسلسله. انا اسف في اللفظ واسف في التشبيه، بس ازاي كده؟ يعني ازاي فتوح بن شرقي نازل نص الملعب، انت تسيب المكان بتاعك وتنزل معاه؟ طيب الونش رايح تقفل مكان فتوح وانت بتسيب مكانك؟ يعني ايه مدافع يسيب مكانه؟ ادام هو مش امر فني يعني ايه؟ يعني انا مش بحضر كوره وبطلع فانا هزنق الاهلي في نص ملعبه وهحط الدفاع زي ما الاهلي عمل معانا، حط ياسر ابراهيم والمدافعين بتوعه على الدايره خلاص وبدا يلعب. قلت لك الطريقه دي انت كان لازم تقف تستقبل لعب الاهلي. ليه؟ لان الاهلي لما يطلع قدام شيكو بنزا هيقدر يسرق مساحه، لو كنت نزلت سيف الجزيري يقدر يسرق مساحه. لكن انت منزل لي عمرو ناصر. اولا عمرو ناصر ده انا متفاجئ بمستواه. يعني انت داخل امبارح انفراد، كرة اوف سايد وكل حاجه، داخل انفراد على الشناوي. ايه ده؟ ايه التصرف ده؟ ده تصرف لعيب كوره؟ انا لو مكانك يا كابتن احمد بعد التصرف ده يخرج على طول ينزل الجزيري، حتى لو انا غلطت اقدر الم نفسي جوه الماتش. لكن انا نازل لعيبه عامله كوارث من الماتش. انا ما ينفعش اطلع كسبان، ماتش انا نازل فيه عامل التشكيل ده والاستراتيجيه بتاعت اللعب دي، انا هطلع كسبان ازاي؟ انا بفكر العب على الاهلي كوره يا كابتن. انت اختيارك اصلا للطريقه غلط والتشكيل غلط، واطلع اقول في الاخر انا كره بن شرقي لمسه يد. لا مش لمسه يد يا كابتن، مش لمسه يد. بن شرقي ياما استلم الكره دي، هو لعيب مهاري جدا. الكره جايه في الحته دي، فلما تيجي في الحته دي مش هتنط قدام، لا هتنزل تحت خلاص. وبن شرقي لعيب مهاري جدا، بيعرف يستلم كوره صح، مش جايه في ايده مش بالعافيه. الزمالك ليه ضربه جزاء بتاعت شيكو بنزا ولا اي حاجه؟ ما نقعدش نبيع الهوا. خليك صريح مع نفسك عشان لما تيجي تتكلم تعرف مشكلتك فين الاصليه. ما اقعدش انا ابني جبل من الوهم واقعد اتخانق معاه وابقى انا اصلا بتخانق خناقه مش خناقتي، مش ده موضوعي الحقيقي. انا موضوعي الحقيقي على فكره تيم الزمالك
تيم جامد جدا، لعيبه جامده جدا، ومع احمد عبد الرؤوف هتيجي. بس انت مشكله الزمالك الاصليه في عبد الله السعيد وناصر ماهر وعمر جابر. خلاص انا مش هقول لك بقى عمرو ناصر لان هو مش اساسي ولا كده، لكن انت عندك مثلا الزمالك في الاصل بيدفع ضريبه ان هو ما بيلعبش صلاح مصدق. صلاح مصدق ده مدافع يا جماعه، انا نفسي افهم انتوا عاملين معاه ليه كده. سيف صلاح مصدق ده لعيب عالي جدا، عالي جدا. ازاي انت وصل معاه وموصله للمرحله دي ان هو لو عندي ايه هو مش هيلعب؟ انت بتفضل عمر جابر على صلاح مصدق. انا عارف ان صلاح مصدق بيلعب مدافع، بس هو لما لعب ماتشين مع الزمالك باك رايت كان قد عمر جابر. انا حسيت ان انا عندي لعيب تقيل في منطقه الباك رايت. اذا انا لعيب بيلعب في مركز مش مركزه كده، ما بالك لما اكون محتاجه في مركزه. انا كان لازم يا كابتن احمد اقف استنى لعب الاهلي والعب على التحولات. انت رحت بالكره بتاعت شيكو بنزا لما الاهلي بقى، انت وقفت دافعت 5 دقائق، 5 دقائق لما وقفت دافعت استدعيت الاهلي جالك، رحت انفراد بالكره بتاعت شيكو بنزا. طب القرار الثاني لا، انت عشمت في الماتش وهمسك بقى اللعيبه كوره وهنلعب احنا بقى كوره. ما خدتش بالك ان الكوره لما بتتقطع التحولات بقت تحصل عليك انت ازاي؟ انت مش حمل التحول. قلت لك في الفيديو اللي فات انت لو فكرت تلعب كوره على الاهلي الدفاع بتاعك هيروح في الشلاحات بنفس اللفظ، واللي مش مصدقني يرجع للفيديو. فهو ماتش وعدى والكوره فيها مكسب وخساره واحنا خسرنا، بس احنا بنناقش اسباب الخساره كانت ليه عشان ما تتكررش. انا حابب كابتن احمد عبد الرؤوف يكمل، مشيانه هيبقى كارثه كبيره على نادي الزمالك، فخلينا مستمرين عليه. مش كل كام ماتش هنغير مدرب. لو هو ما عندوش والله اقول لك غيره، لكن احمد عبد الرؤوف مدير فني عنده، ولو هتغيره مش هتجيب حد اقل من يستروب بتاع الاهلي. هتجيب حد بنفس الفكر ده، بيعمل من الفسيخ شربات. زيزو بتاع الزمالك انسوه. انا شفت مع الراجل ده زيزو جديد خالص، زيزو اللي بيقطع في المساحات يا راجل. ده عمل ماتش، اللي ما شافش زيزو امبارح يرجع يتفرج على الماتش وما يتفرجش على اي حاجه غير زيزو. نجم المباراه ما سجلش لان العين دايما بتروح للي جاب جون، لكن اللي بيعمل الشغل كله ومش مهم يجيب جون العين ما بتروحلهاش. زيزو ياخد حقه. وانا كزملكاوي الكلام ده قاهرني وجعني قوي، يعني اني اقول لك ان نجوم الاهلي في ماتش الاهلي والزمالك اللي عاملين الشغل كله كان زيزو وبن شرقي. ندخل على تقييمات اللعيبه بقى عشان نشوف مين عمل ايه. عواد 3 من 10. الجون الثاني كان ممكن تصده لو كانت رجلك مش داخله ناحيه الشبكه، لو كانت رجلك لقدام شويه كنت قدرت تصد. خلاص لو كنت حتى رحت بايدك العكسيه كنت تقدر تصد، لكن انت التكنيك بتاعك ما اعرفش يعني. جون انت تسال عنه مع المدافعين، انت تسال عنه. حسام عبد المجيد طبعا اللي تفكر يخش برجليه اليمين بدل رجليه الشمال، لو كان مد رجليه الشمال هي اقرب للكوره، لا قرر يعمل حاجه حلوه جدا. دي القريبه لا دي هلمها وهتزحلق بالبعيده، يكون هو خد فرصه بقى يبص. راح طاهر ما كدبش خبر ودى. طبعا مروان عطيه واقف على منطقه ال 18. حط يا باشا. طب كانت ممكن تتصد، رغم كل ده كانت ممكن تتصد. لا عواد برضو هتاخد ايدي وتخش لان انت رايح غلط. انت رايح ايدك ما فيهاش عزم وانت رايح خلاص. ورغم ان الكوره عامله بند وكوره ضعيفه وحاجه صعبه جدا، الزمالك كانت حاجته صعبه جدا من الاخر. تقييمات اللعيبه: عواد 3 من 10، عمر جابر 2 من 10. طبعا الناس طلعت تقول عمر جابر عمر جابر ثغره كبيره في دفاع الزمالك. انت كابتن فريق، انت لا عارف توجه اللعيبه بتاعتك. السويتشات اللي بتحصل عليها، ما انت كابتن. يعني اللي يميزك مش ان انت ادميه، انت مش ان انت بقالك كتير في النادي او انت اول واحد جه قمت الصبح رحت النادي. مش ده خالص. الكابتن يبقى واقف قاري اللعب زي طارق حامد كده. طارق حامد انا نوعيه لعبه انا ما بحبهاش على فكره، بس كان لعيب ذكي. كان مثلا يقرا ان مثلا فتوح بيحصل عليه سويتشات، بيتجري وراه الونش، بيتجري وراه محمد اسماعيل. هو ده الجون الاولاني، دخل بن شرقي ولا حد رجع مع بن شرقي ولا رغم كل اللي حصل ده. لو كان عمر جابر اتحرك شويه ومد رجله كان منع الشوط على بن شرقي، بس ما حصلش. الراجل وقف استلم واتمطع وشاط وعمل اللي هو عايزه وجاب جون. ده اللي قال لي نناقشه، مش تقول لي جت في ايده وجت في رجله. ناقش الكلام ده يا باشا وانت توصل ان الزمالك يبقى احسن ان شاء الله.
ماشي. عمر جابر 2 من 10، تعبان تعبان. الونش 5 من 10، مدافع، هو سبب على فكره من ضمن اسباب الهدف الاول الونش، والهدف الثاني طبعا. محمد اسماعيل 0. طلعتك انت كنت مصاب وكل حاجه، بس طلعتك الكوره، انت لو خدت خطوه ورا كنت منعت ان الكوره دي تحصل. هو الهدف ده يا جماعه خط دفاع الزمالك كله يسال عنه، مفيش لعيب لوحده. خط الدفاع كل لاعب على حده يشيل نتيجته. ماشي. فتوح 4 من 10، عمل ماتش كويس وكل حاجه، بس مشكلتك برضو، بص نرجع للهدف الاول. الهدف الاول انت بن شرقي سحبك وراه، خلاص دخل زيزو من وراك، اتلعبت له انت اللي سبت المساحه. لعيبه الزمالك بالتاريخ ده كله وكم الماتشات دي كلها مش قادره تعرف ان انا المركز بتاعي لما هتحرك خطوه يمين ولا خطوه شمال هسيب مساحه فين، او مين يغطي، او انا ما اقدرش اطلع عشان المساحه ما تحصلش، الفريق الثاني ما يستغلهاش. وما شاء الله تروب استغل كل المساحات احسن استغلال. لما نيجي بقى للاهلي هقول لك انا بقى مشكله الاهلي فين. ماشي. فتوح 4 من 10، محمد شحاته كان نجم مباراه الزمالك 8 من 10، لعيب عالي قوي. ناصر ماهر 0، تقييمك دايما 0. انت لعيب سلبي، انت عالة على الفرقه. واحسن قرار جون ادوارد ياخده ويبدا بقى التصحيح، ناصر ماهر يمشي، هبدا الموسم الجديد بعبد الله السعيد، مش هعتمد عليه ان هو لعيب اساسي. وعمر جابر طبعا، لا عمر جابر يعني ايه بقى، روح سيراميكا، يعني شوف له نادي. ماشي. والمدافع اللي عندك اوشينج الباك رايت، نبدا نشوفه بقى عشان خلاص بقى تعبنا من الحرس القديم ده، تعبنا منه قوي. شيكو بانزا 4 من 10، عمل شغل جامد. مشكله الزمالك برضو هنرجع للمشكله دي بعدين. شيكو بانزا 4 من 10، هو لعيب اناني والفينش بتاعه وحش جدا، بس هو لعيب سريع ويطلع منه احسن من كده بس لو حد اشتغل عليه. خلاص، فانت ممكن يبقى عندك لعيب جبار او تسيبه زي ما هو وتشوف صفقه ثانيه، لكن هو لعيب يطلع منه والله العظيم يطلع منه حاجات حلوه جدا، بس المدير الفني اللي يعرف يستغل ده ويعرف يشتغل عليه. يعني انت الفينش بتاعك وحش، تعالى نلعب على الفينش بتاعك. ما بتلعبش جماعي مع زمايلك، تعالى خليك ازاي تلعب جماعي مع زمايلك. هو فريق الكوره يا جماعه اساسه مدرب، بيشوف النواقص فين ويزودها، بيشوف مين عنده نقطه ضعف يكملها له. دي شغله المدير الفني في الاساس. خلاص كده. عمرو ناصر 0، انا ما اعرفش اللي جابك نادي الزمالك ده جابك ليه اصلا. لا، وانا اول ما شفتك في الفيديو بتاع التقديم وانت لابس بدله وبتاع، انا قلت احنا جايبين حته تقيله، طلع كلها مناظر اونطه. سيف جعفر، المفاجاه ان سيف جعفر عمل شغل جامد قوي في الماتش، من ضغط لتسليم وتسلم صح جدا. كان عامل شغل في نص، يعني هو ومحمد شحاته اللي كانوا عاملين له شغل في نص الملعب. اردم على الباقي. عبد الله السعيد 3 من 10، رتمك بطيء يا عبد الله، وانت مش هقول لك كبرت، بس انت رتمك بطيء اصلا من وانت في الاهلي. رتمك بطيء، لعيب ذكي وكل حاجه، بس انت سلبي في الملعب. انا عايز لعيب بصراحه زي وريدي الكارتي، لعيب سريع يحط الكره من مره. لكن عبد الله السعيد لما بيقف ويحضر ويبص ويشوف لا، والغرابه ان الناس عايزه تفهمني ان دي ميزه. عيب قاتل، البطء ده في الكوره عيب قاتل. فعبد الله السعيد 3 من 10. حسام عبد المجيد نجم الزمالك 0، ان شاء الله تمشي تروح الاهلي عشان هم هيكتشفوا هناك ان هو خدوا صفقه كبيره. اخوان بزيره 9 من 10، الزمالك حاجه ولما نزل اخوان بزيره بقى حاجه تانية خالص، حاجه مختلفه خالص خالص، ملوش علاقه بالزمالك بتاع قبل ما ينزل اخوان بزيره بتاع الشوط الاولاني. نزل عمل لنا شكل واستلم كوره وخد فاولات لعيب كوره. لكن لعيب الكوره ده يطلع منه، هو ده بس الشغل اللي يطلع منه، والله العظيم يطلع منه احسن من كده 1000 مره. بس لو عندك مدير فني، وان شاء الله ده هيطلع من احمد عبد الرؤوف زي بتاع الاهلي كده، يسترب بيعمل من زيزو وبن شرقي وتريزيجيه، هيعمل منهم عظمه. احنا محتاجين حد بالفكر ده، محتاجين حد يشتغل مع شيكو بنزا واخوان بزيره، حد يعمل الشغل ده. لو اللاعبين دول يطلع منهم شغل يا جماعه والله العظيم
ينسوك اي صفقه جت على في تاريخ الزمالك، بس لو في مدير فني يعرف يعمل كده الكلام ده معاهم. لكن احنا لسه معانا مدير فني من اول الموسم باين ما عندوش كوره، بندفع ثمن، هنفضل ندفع ثمنه كده لحد ما كابتن احمد عبد الرؤوف يبدا بقى نشوف شغله ونبدا. فان شاء الله الزمالك انا متفائل بيه مع احمد عبد الرؤوف. احمد شريف زيرو، انا ما اعرفش احمد عبد الرؤوف ده احمد شريف ده لما بينزل انا ما بحسش انه نزل وما بحسش انه طلع، انا بس بتفاجئ والحكم بيصفر وهو راح يسلم على زمايله وعرقان، والله العظيم اكتر من كده ما بحس، ما بشوفوش في الملعب. الجزيري 7/10 لما نزل ورانا شكل هجومي، ورانا ان الهجوم بيتلعب كده يا جماعه، حتى لو ما جابش جون، دي مش مسؤوليته هو بس، لكن في لعيب تقيل بيقطع من المدافعين، المدافعين الاهلي لما بيشوفوه بيتخضوا اصلا، فان انت تخليه جنبك على الدكه دي نقطه سلبيه قوي يا كابتن احمد. احمد حمدي لما نزل 4/10، مسك في الوقت القليل اللي نزله، بس مسك كوره في نص الملعب، قدر كام كوره كده 4/10. احمد عبد الرؤوف زيرو يا كابتن، انت عملت ماتش اسوأ من كده ما يتعملش في لقاء قمه، لقاء هيتحط في السي في بتاعك، انت ما قدرتش تستغله وفكرت غلط ولعبت باستراتيجيه غلط وكل حاجه عملتها في المباراه كانت غلط. ده تقييم الزمالك. نروح بقى للاهلي. النادي الاهلي كسب ليه في مباراه الزمالك؟ اولا اهم صفقه عملها في الموسم النادي الاهلي هو المدير الفني يستروب. المفروض اداره النادي الاهلي تروح تجيب كل المدربين اللي جم بعد فايلر بكولر كل المدربين اللي جم دول واقعدهم افرجهم على الراجل ده وافهمهم انا مشيتهم ليه. حد زي كولر انا مشيتك ليه وبديك مرتبك وانت قاعد في البيت. كل اللي جم بعديه كله مش اسامي معينه، كل اللي جم من بعديه حتى عماد النحاس، كل اللي جم من بعد فايلر هاتهم فهمهم انت مشيتهم ليه، وعماد النحاس انت ليه ما بقتش عليه، لان ما حدش اداك المستوى ده من ساعه فايلر. الراجل ده هيبقى زي فايلر طبعا، انا واثق من كده مليون في الميه. 1000 مليون مبروك الاهلي ماتش الزمالك، انت لا كسبان الماتش ان الزمالك ليه ضربه جزاء وما اتحسبتلوش، او الجون بتاع اشرف بن شرقي لمسه يد وما اتحسبتش، مفيش خطا تحكيمي حصل، مفيش اي خطا تحكيمي حصل في الماتش، انت كسبت الماتش عن جداره واستحقاق، والزمالك خسر عن جداره واستحقاق، خسر فنيا. الزمالك اصلا خسران من قبل ما يجي البطوله باسبابه، لكن الاهلي كسب ليه؟ الاهلي كسب عنده مدير فني عالي جدا، عالي جدا عالي جدا، والمنافسه مع مدير فني زي يستروب كويسه جدا، وتعلم من الزمالك ليه؟ انا لما بنافس حد قوي انا هلعب يعني هفكر بالاستراتيجيه بتاعته، ليه؟ لاني انا لما هروح عايز انافس الاهلي هجيب حد من نفس النوعيه دي. اول حاجه واضحه جدا للجميع، زيزو مع الراجل ده، عارف زيزو بتاع الزمالك؟ انسى زيزو بتاع الزمالك ده، انت عندك زيزو تاني خالص، عندك زيزو بصفات تانية خالص. زيزو في الزمالك كان بيلعب اولا باك وينج رايت، زيزو في الزمالك اولا كان بيلعب وينج رايت، خلاص. مع الراجل ده لا، ده مش وينج رايت، ده علاء الدين، عارف الفانوس السحري؟ هو ده هو عفريت العلبه. زيزو هيبقى نجم الاهلي مع الراجل ده، وهيروح في حته تانية خالص 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 مع الراجل ده. ليه؟ اولا زيزو مش باك رايت بس، لا، زيزو اللعيب المحوري، اللعيب السحري. زيزو مش اللعيب اللي هيقطع ورا وينج، لا، هيقطع ورا الوينجين. زيزو هو اللعيب اللي هيبقى نجم مع الراجل ده. ليه؟ الراجل ده بيلعب بطريقه اقرب لليفربول مع ماني وصلاح وفيرمينيو، اقرب لكده. المساحات، انا بلعب على المساحات، انا بشغلك هنا، انا بلعب هنا وبحضر هنا، خلاص. استدعيت الفريق كله للضغط في مساحه فديت ورا فتوح مثلا اللي نط فيها زيزو، ماشي. هل حصلت كده بس الناس كلها باصه على الناحيه بتاعت فتوح والهدف اللي جه؟ حصلت مرتين ثلاثه اثناء المباراه ورا تريزيجيه لو ما فاقش لنفسه وفكه من فكره ان الكره في رجلي دي انا مش هسيبها، مع الراجل ده مش هيكمل.
مش هيكمل. زيزو في 3 كرات قاطع ورا تريزيجيه، لو حطها له زيزو جون. لكن ما حصلش من تريزيجيه عشان راجل عايز هو اللي يجيب الجون، مش ما بيلعبش جماعي، بيلعب فردي بس. زيزو تريزيجيه مع الراجل ده لو فضل يقدم نفس الاداء، انت هتتفاجئ ان تريزيجيه ممكن يجي عليه وقت. شوف الكلام ده سابق لاوانه بكتير. بس زيزو تريزيجيه لو ما لعبش جماعي وبقى المساحه اللي فضت واللاعب جري فيها هو ما حطلهوش، انت هتتفاجئ ان تريزيجيه ده بنشوف له عرض. يعني ممكن تلاقيه السنه الجايه بيلعب في سيراميكا مثلا لو ما فاقش مع الراجل ده. الراجل ده مدير فني جبار، جبار بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ديانج اللي جمهور الاهلي كان شايف ان هو لعيب يمشي اخر الموسم وما بيعرفش يهاجم، ما بيعرفش، الراجل ده وراك نسخه منه في ماتش الزمالك عالميه. انا مقتنع اصلا كجوهري، مقتنع ان ديانج ده لعيب عالمي جدا، بس عايز مدير فني. بصوا يا جماعه من الاخر، مشكله مصر كلها فرقها والكوره وكل حاجه في البوزيشن بتاع المدير الفني. البوزيشن بتاع المدير الفني ده، المدير الفني ده يا جماعه هو اللي بيصنع الفرقه. خلاص، لما هتجيب لي مدير فني مش عارف او مش فاهم او بيلعب كوره غلط، يبان لك الدوري المصري كله كده بالشكل اللي انت بتشوفه ده. لكن لما تجيب لي مدير فني اساس يحقق لي اساس الكوره، ايه اساس الكوره؟ المتعه، بحقق منها المتعه. خلاص، لما تجيب لي حد زي يستروب بنفس المدرسه دي وبنفس الثقافه دي يلعب معايا ماتش، انت هتطلع من اي ماتش بيتلعب في الدوري، مش بس الزمالك ومش بس بيراميدز، هتلاقي ماتش عالمي. يعني استنى بقى ماتش بيراميدز والاهلي الجاي،